الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. اللهم لك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا. لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بختم القرآن. لك الحمد بالصيام والقيام ولك الحمد أن بلغتنا رمضان ولك الحمد أن بلغتنا آخر رمضان. ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى. اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك العظيمة. أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد. تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد. بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كما نقول ولك الحمد خيرا مما نقول. لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد أولا لك الحمد ظاهرا لك الحمد باطنا لك الحمد آخرا. أنت الرحمن المستعان وعليك التكلان. نحمدك بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
اللهم صل وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم واجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم واجعله عن النار مخلصا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك
في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم واسلك بنا سبل أهل السعادة والتقى، وأعذنا من موجبات الخذلان والشقاء. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم واجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا. اللهم طهر أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، واسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأخواتنا وإخواننا وأقاربنا وأزواجنا وأحبابنا ومشائخنا. اللهم تجاوز عنهم يا كريم، اللهم تجاوز عنهم يا كريم. اللهم واجعلهم وموت المسلمين في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين، وإلى على درجاتك سابقين. اللهم إنهم عبادك فقراء إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابهم. اللهم من كان منهم محسنا فزده نعيما، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عنه واغفر ذنبه، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.
تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم واجعل قبورنا بعد فراقنا للدنيا خير منازلنا، وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا، يا من لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الرحمن على العرش استوى، سبحان من يعلم السر وأخفى، سبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. سبحان من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، سبحان من يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. سبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. السماء بناها والأرض طحاها والنفس سواها، فألهمها فجورها وتقواها. سبحان من صب الماء صبا ثم شق الأرض شقا، فأنبت فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. سبحانك يا ربنا ما أكرمك وما أعظمك وما أحلمك وما أعظم جودك وما أكثر عطاءك. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرجة. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. نحن الفقراء بين يديك، الأسراء بين يديك، المقرون المعترفون بذنوبنا، الوجلون المشفقون. ندعوك دعاء المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، يا حبيبنا، يا الله يا الله يا الله. زلت بنا عن سبيلك الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام. لمعروفك تعرضنا، ولبابك طرقنا، ومن فضلك سألنا. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت العزيز ونحن الأذلاء. بك اعتصمنا، وبرحمتك تعلقنا، وبجودك طمعنا. إن طردتنا فمن الذي يقبلنا، وإن أبعدتنا فمن الذي
يقربنا، يا حليما على من عصاه، يا حليما على من عصاه، يا قريبا ممن دعاه. نرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه. جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله، جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله، وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله، وجئنا ببابك تائبين فاغفر لنا يا الله، وجئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله. يا من كتب على نفسه الرحمة، يا من سبقت رحمته غضبه، اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، اللهم انظر إلينا هذه الساعة نظر المرحومين ونظر المقبولين، ولا تجعلنا من المطرودين المحرومين، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمك علينا، نبوء بذنوبنا فاغفر لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم من علينا في هذه الليلة بتوبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، تجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام، واكتبنا من عبادك المقبولين. اللهم واكتبنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر ونال ما فيها من الثواب والأجر. اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر فلا تحرمنا أجرها، اللهم فلا تحرمنا أجرها. اللهم واكتبنا من عتقائك من النار، اللهم واكتبنا من عتقائك من النار ووالدينا، واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مستقيما إلا ثبته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته،
ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حيران إلا دللته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها. اللهم من كان منا مبتلا بعين أو حسد أو سحر اللهم فعجل بفك السحر عنه، اللهم وعجل بشفائه، واجعل ما أصابه تكفيرا لسيئاته ورفعة في درجاته. يا كاشف الغم ويا فارج الهم يا منفس الكرب يا رحمن الدنيا ورحيمهما، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسرانا وأسر المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار يا عزيز يا غفار. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم واحم حوزة الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم وارفع ما حل بأمة الإسلام من ذل وهوان. اللهم وأقر عيون الموحدين بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم إن أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بها من البأساء والضراء ما لا نشكوه إلا إليك. ربنا قد مس أمة نبيك صلى الله عليه وسلم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم واكشف الغمة عن هذه الأمة واجمع قلوبها على الكتاب والسنة يا ذا الفضل والمنة. اللهم وأعد للأمة مجدها السليم وعزها الرفيع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج همهم ونفس كربهم واحقن دماءهم واشف مرضاهم واجبر كسيرهم واقبل شهداءهم وارحم موتاهم يا جبار السماوات والأرض يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أزل عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح نساء وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهم. اللهم ردهن إليك ردا جميلا. اللهم واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم وارزقهن الزوج الصالح والولد البار. اللهم واحفظهن من أن يفتن أو يفتن. اللهم رحماك باليتامى والمحتاجين. اللهم رحماك بالأرامل والمطلقات والمعلقات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وحافظا ومعينا. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم من كان عاقا بوالديه اللهم واجعله قرة عين لوالديه ومن عليه بتوبة عاجلة.
اللهم أيد العلماء والدعاة المخلصين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم واهد شباب المسلمين واجعلهم عدة لأمتهم ومجتمعاتهم. اللهم وأصلح بهم البلاد والعباد. اللهم واحفظنا وإياهم من فتن الشبهات والشهوات. اللهم وارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال في القول والأعمال. اللهم احفظ شبابنا المبتعثين والمبتعثات. اللهم واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وقهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحفظ عليهم دينهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم من ابتلي من شبابنا بشبهة التفجير والتكفير اللهم فرده إليك ردا جميلا. اللهم وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه وأره الحق حقا وارزقه اتباعه. اللهم وأصلح وسائل الإعلام في بلاد المسلمين واحفظنا والمسلمين من شر قنوات الرذيلة ووفق ولاة أمور المسلمين للتصدي لشرها وكف فسادها. اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحضه عليه. اللهم واجعله نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم واجعله محبا للدين وأهله ومبغضا للشر وأهله. اللهم وفق رجال أمننا لكل خير واجزهم عنا خيرا وعن المسلمين. اللهم وارحم من بنى هذا الجامع. اللهم من بذل ماله أو جاهه أو جهده في خدمة الإسلام والمسلمين اللهم فبارك له في ماله وأصلح ذريته واغفر ذنبه. إلهنا وربنا وخالقنا ورازقنا هذا شهرنا قد دنا فراقه وحان رحيله. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا أطعناك حق طاعتك. اللهم ما قسمت في هذا الشهر الكريم من قبول وعتق من النار اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم وأعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة رغيدة. اللهم وأعده علينا مرات ومرات وكرات وكرات يا رب الأرض والسماوات. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا واجعل الموعد جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعياذ من نيرانك. اللهم واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم. اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من الشر فوق ما نحذر. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا
إياه، أنت حسبنا ونعم الوكيل. ها نحن قد ألقينا مسألتنا عليك، لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا غيرك فنرجوه. انقطع الرجاء إلا بك، ولا نعلق الأمل إلا عليك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى الصحابة الأخيار والمهاجرين منهم والأنصار، وعلى الآل الأطهار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.